سيد أبو فراس، كلمة أخيرة توجهها إلى أبناء جبل الأكراد. والله يوجه نداء أو رجاء أو كلمة إلى أبناء الجبل. ما هي؟ أن يتوحدوا على قلب رجل واحد، وإنشاء تكتل أو تجمع أو بأي مسمى لأبناء الجبل، ولا أعني بها التفريق بين أبناء الجبل وأبناء المدينة. بصفة عامة أم بصفة خاصة؟ بصفة عامة لأبناء الجبل يكون لهم تكتل موحد ما أنه قيادي كمان واحدي يمثلهم شخص. إن لم يتوحدوا فهذا مصيرنا. واحد من جبل الأكراد حطوا باللجنة، واحد أدعوهم، وهذه أماني بعمقهم. أنا ما بفرق بين عرب وكراد، نحن ما ندعو إلى هذا، لكن أدعوهم إلى التوحد وإنشاء هيئة وإنشاء لجنة شرعية استشارية لمجلس الشورى بأي عمل يخص الجبل عامة. يا أخي صدرت مشكلة بيني وبينك، ما يدخلوا إنه هذا هيك وهذا هيك وينحازوا، لكن أدعوهم إلى تشكيل هيئة شرعية، مجلس الشورى يربط بين قادة كتائب الجبل بكلمة موحدة لأبناء الجبل. ولن يعني ما راح يصير لنا أي قيمة إذا ما توحدنا 2 4 5 10 يمثلون جبل الأكراد، وأبناء جبل الأكراد مستقلين عن أي تبعية أو أي موالاة لداعمين، لا حتى للداعمين. أنا أخي الكريم إلى الآن عايش الحمد لله رب العالمين. كان العالم يقول إنه هذا من الإخوان حاربوني لأنه أنا من الإخوان. شفت كل شيء وصلني من الإخوان 25,000 دولار من أول الثورة إلى الآن. أنا صار لي هذا أكثر من سنة ما وصلني فرنك من الإخوان، ومحسوب على الإخوان، والناس يقولوا هذا إخوان وهذا ما إخوان. نحن إسلام قبل أن نكون إخوان، نحن إسلام قبل أن نكون إنه موالين لفلان ولفلان ولفلان. أنا أنصحهم عدم الموالاة لأي شخص. نحن موالين لله رب العالمين وللرسول، لا الله ولا رسوله. ولا أدعو إلى عنصرية وقردية وعربية وما بعرف إيش، لا، لكن توحد كلمة أبناء الجبل، لأنه إحنا محتوين من جميع المحافظات، والغريب دائما بيحب يفرق بين أبناء الجبل، يعني مثل فرق تسد. هذا نشوف موالى لهذا وهذا موالى لهذا، للتفريق بيننا لقضاء مصالح شخصية. بعد تحرير جبل الأكراد لماذا لم تقوموا بتشكيل محكمة شرعية تساعدكم في تسيير أموركم الحياتية؟ أخي الكريم، نحن بعد مقتل عصام الراعي أظن قام أبناء الجبل بتشكيل محكمة شرعية وهيئة قضائية ومجالس محلية، وأعتقد من يوم السبت هذا اكتملت المحكمة. يجوز المحكمة ما بين الهيئة الشرعية والقضائية صارت كاملة بإذن الله تعالى. من هو الذي يترأسها؟ هل هو من أبناء الجبل أم من خارج أبناء الجبل؟ لا، في شكل من أبناء الجبل وخارج أبناء الجبل. جميل جدا. هل تحب أن تضيف شيئا آخر؟ لا. شكرا جزيلا. شكرا.